دي حكاية زيدان، فنان الكورة اللي جمع بين العبقرية والغضب. آخر 90 دقيقة في مسيرة أسطورة، والعالم كله بيتفرج. بس عشان نفهم النهاية دي لازم نرجع لورا خالص، للبداية. زيدان نشأ في لا كاستيلان، حي مش سهل في مرسيا، لكن عيلته كانت سنده، وده اللي خلاه يركز كل طاقته في الكورة. وهناك في الشارع اتولدت شخصيتين لزيدان، الفنان والمقاتل. والازدواجية دي ظهرت من بدري قوي في تصرفاته. ومن هناك كانت رحلة صعوده لأكبر أندية أوروبا، رحلة كانت مبهرة. في يوفنتوس دخل مفرمة الدوري الإيطالي، أصعب دوري في العالم وقتها. بس الغريب إن أرقامه في الأول ما كانتش مبهرة، فالنقاد بدأوا يشككوا فيه. طيب إزاي كان بيغير شكل الماتش؟ الإجابة بسيطة، لأن تأثيره كان أبعد من الأرقام. هو كان العقل اللي بيحرك الفريق كله. وجه كأس العالم 98 في فرنسا، ودي كانت فرصته الحقيقية. بطولة لخصت كل حاجة، طرد وعصبية، وبعدها هدفين في النهائي بقوا تاريخ. بعدها زيدان ما بقاش مجرد لاعب، بقى رمز لفرنسا الجديدة. وفي 2001 ريال مدريد قرر يبني فريق أحلام، فريق الجالاكتيكوس. والصفقة كانت برقم قياسي عالمي، أغلى لاعب في تاريخ الكورة. والقصة كلها بدأت بسؤال على منديل في حفلة عشاء، حاجة بسيطة جدا، والضغط ده جاب نتيجته، دوري الأبطال، وبهدف أسطوري في النهائي. لكن للأسف مشروع الجالاكتيكوس فشل، والفريق قعد سنين من غير بطولات. ونرجع تاني للمشهد الأخير، برلين 2006، الماتش الأخير لزيدان. آخر ماتش كان هو زيدان نفسه، بانينكا عبقرية في الأول ونطحة عنيفة في الآخر. زيدان قال إن الكلام كان عن أمه وأخته، وده كان خط أحمر بالنسبة له. ورغم اعتذاره قال إنه مش ندمان، لأن الندم معناه قبول الإهانة. وهنا السؤال، هل فن زيدان وعبقريته يغفروا له لحظات غضبه وناره الداخلية؟